في المشهد الختامي لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، اكتمل نصاب المتأهلين الكبار إلى ثاني الأدوار بعد إسدال الستار عن دور عرف العديد من المفاجآت والسيناريوهات المثيرة قبل أن تتضح صورة المتأهلين والمغادرين بشكل رسمي. صراعات من أجل زعامة المجموعات وأخرى للبقاء في المسابقة القارية قسرا ولو في اليوروبا ليج، وأخرى فشلت في البقاء في كلتا المسابقتين فغادرت البطولة بخفي حنين. البداية مع المجموعة التي لفها الغموض وقلبت فيها الموازين في آخر الدقائق إلى الجولات. توتنهام هوتسبير يقلب الطاولة في عقر الدار أمام مارسيليا الفرنسي ليتصدر الأول المجموعة ويخرج الثاني على بياض. وعاد بطل اليوروبا ليج انتراخت فرانكفورت الألماني من العدم إلى التأهل ثانيا بعد التفوق على سبورتينغ لشبونة البرتغالي. غير بعيد منه وفي قمة أكون أو لا أكون، تمكن ميلان الإيطالي وبذكريات أيام العز والجاه من ضرب زوايا الثقة لضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي برباعية نظيفة ليتأهل إلى جانب تشيلسي الإنجليزي متزعم المجموعة الخامسة. ملعب دراغاو لم يحمل الأنباء السارة لكتيبة الأرجنتيني دييغو سيميوني، فبعدما فقد أتلتيكو مدريد حظوظه في البقاء في دوري أبطال أوروبا كان الأسوأ في انتظاره على يد بورتو البرتغالي الذي تفوق عليه بثنائية مقابل هدف وأخرجه من المسابقتين معا في ضربة موجعة للهنود. المجموعة الأخيرة عرفت حربا من نوع خاص، باريس سان جيرمان وبنفيكا، صراع الجبابرة من أجل ريادة المجموعة. سداسية بنفيكا جعلته يعادل البي اس جي المتفوق بدوره على يوفنتوس الإيطالي هناك في أليانز أرينا، تعادل في النقاط والأهداف ليتصدر بنفيكا بفارق الأهداف التي سجلها خارج الديار، ويحل باريس سان جيرمان ثانيا، بينما اكتفت السيدة العجوز بالتأهل للدوري الأوروبي. العلامة الكاملة شرف لا يناله إلا الكبار. بايرن ميونخ النادي الوحيد الذي انتصر في جميع محطات المجموعات بعدما فشل نابولي الإيطالي في مواصلة سلسلة انتصاراته بخسارته أمام ليفربول في جحيم أنفيلد. أندية ريال مدريد، ليفربول، تشيلسي، توتنهام، مان سيتي، نابولي، انتر ميلان، بايرن ميونخ، فرانكفورت، دورتموند، لايبزيغ، باريس سان جيرمان، كلوب بروغ، بورتو وبنفيكا ضمنوا التأهل إلى دور 16. إسبانيا وفرنسا وبلجيكا بمقعد لكل منهم. 4 أندية إنجليزية ومثلها ألمانية، 3 أندية إيطالية وناديين برتغاليين. وفي انتظار قرعة النار التي ستشهد صدامات ملتهبة تلوح في الأفق، دائرة الاحتمالات تتضمن معارك من العيار الثقيل. المتصدرون يواجهون أصحاب المراكز الثانية مع معياري عدم ملاقاة فريق من نفس المجموعة وفريق من نفس البلد. فكيف ستكون صورة المواجهات القادمة في أول أدوار خروج المغلوب؟